مساء الفل يا ست الكل. بيكو 15 فرد. انا جيت لكم مخصوص التوكيل المعتمد عند مكرم عبيد بعد مول باندا. تعالوا نشوف بقى غسالة الاطباق 15. يلا بينا. اول حاجة دي غسالة 15 فرد 6 برامج. يعني زي ما حضرتك شايف كده الشاشة اللي دي 6 برامج. ايوه، وما تنسوش اللايك والشير عشان خاطر تستفيدوا كل فيديو بنزله. هنا الغسالة 15 فرد 6 برامج. الشاشة اللي موجودة في الغسالة LED. ده شكل الغسالة من بره، الجناب والباب. الغسالات ال 13 وال 14 وال 15 عرضها بيكون 80، اما ال10 بتكون اصغر عرضها 65. ده يا جماعة نشوف نفتح نشوف الرف الثالث الخاص بالشوك والسكاكين، وده طبعا بيوفر لي مساحة على الرف اللي تحت، ان انا ده خاص بس بالشوك والسكاكين، واللي تحت الرف التاني احط فيه الاطباق بتاعتي، يوفر لي مساحة طبعا، مساحة ممتازة. بس خاص بالمجات الازاز. الرف العلوي واللي تحت ده الرف السفلي. ده طبعا بيكون للحلل الحاجات الكبيرة فيها سنون. الخطين دول بيترفعوا ويتنوا لتحت عشان خاطر الحلل. دي شكلها من الجناب. الجنب التاني ده شكل الغسالة. نشوف الغسالة من بره. ايوه، ندخل الرف ده شكل الغسالة من بره. الغسالة مزودة بسنسور بيقيس درجة الاتساخ، شديد ضعيف متوسط، مش زي الغسالات القديمة لازم تشطف المواعين بره. لا، هنا ما بتشطفش المواعين بره، بتحطها والسنسور هو اللي بيقيس درجة الاتساخ، وده بيوفر لي في طاقة الغسالة وفي المسحوق وفي كل حاجة. وهنا يلا نشوف برامج الغسالة وشكل الغسالة بتشتغل ازاي. لو جينا نتكلم على البرامج، هي فيها 6 برامج، وده أول برنامج. البرنامج التلقائي، درجة الحرارة من 40 ل65 درجة حرارة، لأن البرنامج ده اللي فيه سنسور اللي بيحدد درجة الاتساخ وكمية المية المناسبة لحسب نوع الأطباق اللي موجودة داخل الغسالة. ووقت البرنامج ده من 110 دقيقة ل 178 دقيقة. تاني برنامج معايا برنامج شديد الاتساخ، وده بيبقى درجة حرارة 70 درجة، مناسب لجميع الأطباق شديد الاتساخ والحلال طبعا. والوقت اللي بياخده البرنامج ده 170. وده البرنامج الاقتصادي، درجة الحرارة فيه 50 درجة، مناسب لأطباق متوسط الاتساخ. يعتبر من البرامج الأكثر كفاءة من حيث توفير استهلاك الطاقة والمية، بياخد وقت 245 دقيقة. وهنا البرنامج الحاجات الرقيقة والخفيفة، درجة الحرارة 40 درجة حرارة، يعني مناسب للزجاج، حاجات النيش، المزخرف، بياخد 100 دقيقة. وده برنامج ايوه كان 60 درجة حرارة. تمام، مناسب للغسيل اليومي، الحاجات اللي محتاجينها بسرعة كل يوم، ده 58 دقيقة. وده أقل برنامج الميني، درجة حرارة 35 درجة حرارة. ده يعني تستخدمه في الحاجات اللي أنا مستعجل عليها، أو نظافة متوسطة، أو عشاء خفيف مش شديدة الاتساخ، مش دهون تقيلة. ده 30 دقيقة. ده شكل الشاشة. على الشاشة بيبقى منور كده لأن دي شاشة إضاءة ليد، وبيظهر فيها علامة المؤشرين باللون الأحمر، واحد على شكل نجمة. ده مساعد الشطف، ولأنه بيبقى محتاج الملمع، والناحية التانية بتكون سهمين جوه بعض، بيبقى الملح. دول هيظهروا عندك أول ما تشغل غسالة جديدة. هنا بقى 4 برامج بنزودها على مراحل الغسيل. نشوف أول برنامج ده بيستخدم في حالة احتياج لنظافة أكتر، نظافة صحية. بيزود درجة حرارة البرنامج وبيزود الوقت على البرنامج، ده شطف زيادة للبرنامج. التاني ده عبارة عن مروحة موجودة أسفل السلة السفلية. ده بتزود ويعني بتنظف أكتر الأطباق المتسخة زيادة. هتشوفوه دلوقتي معايا. أيوة، هنا المروحة، هنا أيوة المروحة في الجزء ده، نخش جوه نشوفه. أيوة هي المروحة دي، أيوة هي دي.
نرجع نكمل. هنا بقى تايم ديلي، ده لو عايز اشغل الغسالة بعد وقت معين، بعد ساعة ساعتين، حتى لو في انقطاع كهرباء متكرر، بظبطها بعد كام ساعة عادي مفيش مشكلة. وعندي هنا البرنامج السريع، ده بيقلل لي من وقت دورة الغسيل، بيقلل برضو من استهلاك المية. وده بقى زرار بدء التشغيل، والغسالة فيها ده ممكن اوقفها في اي وقت، اكمل براحتي في اي وقت. وده زرار الباور، ده بلاقي فيه بقى ميزة كويسة، ان بلاقي فيه خط كده جوه دايرة، بيفيدني ان الغسالة مش فاضي الاستخدام اثناء ما انا اطفيها. اول ما بدوس عشان اطفيها كده الغسالة فاصلة تماما عن الكهرباء، حتى لو التيار جه متذبذب او عالي او اي شيء، لا مفهوش اي مشاكل على كارتة الغسالة. واخر حاجة في لوحة التحكم، الزرارين دول اقدر ادوس عليهم 3 ثواني مع بعض، بيعملي لوك للوحة التحكم عشان ما حدش يلعب فيها في برامج الغسالة او وقت الغسالة بالخطأ. لو جينا نبص على الغسالة مع بعض من جوه، ده شكل الغسالة من جوه. ده مقبض، بسحب واحرك السلة قدام وورا. وده السنون برفعها لو انا هحط اطباق هنا كده، لو عايز احط اواني كبيرة، حلال كبيرة بنيمها. وده القمع بتاع الملح، بحطه هنا، بفتح الغطا واحط الملح بالقمع. نخلي بالنا الملح لما نفتحه ونحط الملح بالقمع، دي الميه بتيجي معاه ما تقلقيش، دي بتيجي لما بيكون معمول للغساله اختبار في الشركه قبل ما تيجي، ما فيهاش اي مشكله. حتى لو لقيتي تنقيط جوه، تنقيط ميه زي كده، دي ما فيهوش اي مشكله، ده بيكون جاي اختبار من الشركه. ده الرشاش اللي تحت، وده الفلتر، ده لازم يتنضف بعد كل غسله، مش بعد 3 4 غسلات، بعد كل غسله لازم يتنضف كويس جدا عشان ما يعملش ريحه ولا يكون فيه دهون تحت في الفلتر. دي شكل السلة العلوية، بيكون برضو فيها سنون بتنام، بتنام زي كده وبتقف عادي، عشان لو حاطين فيها اطباق بنحطها بطريقة مريحة. وده الرشاش العلوي، ده خاص بالسلة العلوية. في برضو هنا مقبض يمين وشمال، برفعه لفوق، بحط هنا برفع بقى السلة من تحت لفوق. هنا لو عايز احط السلة السفلية حلل او حاجة عالية، برفع ده لفوق عشان يديني مساحة لتحت، برفعه لفوق بيترفع معايا. نخش بقى على الرف اللي فوق الخاص، الرف الثالث الخاص بالشوك والسكاكين، ده بيوفر عليا مساحة تحت، احط كل الشوك والسكاكين معايا فوق. هنا بيوفر لي مساحة للبق تحت احط براحتي. وهنا برضو شايفين برفع الرف ازاي من الجناب بالشكل ده. برضو مقبض ادخل بيه الرف جوه، ده شكل الغسالة من جوه، مكان الفلتر، مكان الملح، على اليمين التجفيف بالشكل ده كده. اهم حاجة يا جماعة الفلتر، نشوف الفلتر نطلعوه علشان خاطر ده اهم حاجة، ما يطلعش ريحة في الغسالة، يطلع الفلتر يتنضف. انا اوريكم ازاي الفلتر يطلع. بالشكل ده. احنا هنشيل الفلتر خالص، ده بيتعمل بعد كل غسلة. ده بيتنضف. شوف شوية المية اللي تحت دول 2-3 سنتي، لازم يكون موجود شوية مية طول الوقت، مفيش مشكلة، لازم وجود شوية مية، بس لازم يكونوا موجودين مية نظيفة. بعد ما ركبنا الفلتر، في هنا سهم بيجي قصاد السهم، مظبوط كده. نيجي بقى هنا، طبعا الملمع بيتحط هنا، اللي هو مساعد الشطف، بيتحط هنا، وتشوف الملمع من هنا اول ما يتملي، او تشوفه لما يتملي خالص ويزيد. هنا بتعبيه كامل. وهنا المسحوق، وطبعا زي ما احنا عارفين ما ينفعش المكان ده يكون فيه نقطة مية، ولا ايدك يا ست الكل يكون فيها مية، ولا تكون مبلولة، القرص او المسحوق. لو عجبك الفيديو لايك وشير، وهنعمل فيديوهات كتير قوي، مش بس على الديش ويشر غسالات الاطباق، لا هنعمل على غسالات الملابس، الميكروويف، الاير فراير، حاجات كتير. وتوكيل معتمد بيكو، هنا ارخص الاسعار.